بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي متابعي الكرة مع عادل على اليوتيوب، أهلا وسهلا بحضراتكم. بعد مباراة الأهلي ورجاء البيضاوي المغربي وفوز الأهلي 2-0، النهاردة إن شاء الله هنحلل لكم أداء النادي الأهلي من حارس المرمى، الدفاع، الوسط، الهجوم، كل شيء. أداء المدير الفني، أداء الحكم في المباراة، كل شيء إن شاء الله. فتابعونا إن شاء الله، هنحلل لكم بالشرح والتفصيل كل شيء. محمد الشناوي عمل إيه في المباراة، محمد هاني، الاثنين المساكين، الباك الشمال، الثلاثة الديفندر، الجناحين، المهاجم، كل شيء هنحلله بالتفصيل ان شاء الله. الحكم كان اداؤه عامل ايه، مارسيل كولر كان اداؤه ايه في المباراة، اتعامل ازاي مع المباراة دي، ان شاء الله كل شيء بالتفاصيل. طبعا النادي الاهلي فاز على رجاء البيضاوي 2-0، وان شاء الله بندعي للنادي الاهلي بالتوفيق ان شاء الله في مباراة العودة يوم السبت القادم في المغرب ان شاء الله على مركب محمد الخامس. بداية نتكلم على محمد الشناوي وأداؤه إيه في المباراة. كابتن محمد الشناوي بصراحة عمل مباراة كبيرة وعمل 3 تصديات عالمية. تصدى في الشوط الأول لكورتين، أهداف لا محالة. بصراحة كان في يوم محمد الشناوي رغم اضطهادنا ليه في أدائه في مباريات في الدوري، لكن في مباراة الرجاء كان في يومه. وعمل 3 تصديات عالمية. نسبة تصدياته للبتاع 99%. الواحد في المية دي هي بعض الهفوات. نروح لمحمد هاني. طب محمد هاني الباك اليمين لعب مباراة بصراحة أعلى من المتوقع، رغم إحساسه بالإرهاق البدني، ولكن عمل مباراة كبيرة في الناحية اليمين مع بيرسيتاو. محمد هاني عمل دقة تمريراته كانت 88%، عمل 38 تمريرة حاسمة، منها 29 تمريرة صحيحة. وطبعا كل الشغل في المباراة كان على الناحية الشمال، ولكن محمد هاني عمل تمريرات رائعة، منها تمريرة لبيرسيتاو في الشوط الثاني. بيرسيتاو لم يستطع إحرازها هدف. نروح بقى للناحية الشمال وكابتن علي معلول. طبعا اللي كل الشغل في المباراة كان على علي معلول. علي معلول طبعا صنع الهدف الأول وساهم في الهدف الثاني. كان شغل النادي الأهلي كله مايل لناحية الشمال، ما كانش الشغل ناحية اليمين، رغم اجتهد الجناح اليمين بيرسيتاو، ولكن مارسيل كولر كان عامل الخطة كلها ان هو بيلعب على الباك اليمين بتاع فريق الرجاء المغربي. والباك اليمين طبعا كان بان طوال المباراة ان هو مهزوز، فنقل التكتيك كله عليه. علي معلول عمل المباراة على أعلى مستوى، تسبب طبعا في الهدفين. نسبته في المباراة عدت 85%. عمل كرات هوائية 9 كرات، استخلص منهم 7 كرات، فنسبة علي معلول نسبة كبيرة. نروح بقى الاثنين المساكين. محمد عبد المنعم. طبعا محمد عبد المنعم صاحب الهدف الاول، راجل عمل ارتقاء عالمي في الهدف الاول، واستطاع ان هو يحرز الهدف الاول للنادي الاهلي في الدقيقه 45 من الشوط الاول. وطبعا محمد عبد المنعم ده تخصص فريق الرجاء المغربي. اخر اهدافنا في الرجاء المغربي احرزها الكابتن محمد عبد المنعم. كابتن محمد عبد المنعم طبعا الراجل عمل ارتقاء عالمي، تمركز عالمي في الملعب، نسبة استخلاص الكرة تعدت ال 85%. كرات هوائية اتعام 9 كرات، استخلص منهم 7 كرات بنسبة استخلاص عالية جدا. نروح لكابتن محمود متولي. وطبعا كابتن محمود متولي بعيب عليه بطئه في الملعب، ولكن التمركز بتاعه في منطقة جزائه وخارج المنطقة كان تمركز تمام. نسبة استخلاصه للكرة تعدت ال 80%. كمان الكرات الهوائية اتعامل مع 7 كرات هوائية، استخلص منهم 4، فدي نسبة كويسة جدا. نروح بقى للاعب العالمي أليو ديانج. أليو ديانج صاحب حركة دؤوبة،
داخل منطقة الجزاء وخارج منطقة الجزاء وفي الناحية الدفاعية والناحية الهجومية. بصراحة لاعب صاحب حركة دؤوبة. طبعا تصويبات صاروخية على المرمى. عمل مباراة عالمية، مباراة الرجاء. استخلاص الكرة تعدى 70%. فقد الكرة، تعامل مع 11، فقد 3 من ال 11. نروح بعد كده لعمرو السولية. طبعا عمرو السولية كنت بعيب عليه ان هو غير جاهز بدنيا. المفروض عمرو السولية طالما غير جاهز بدنيا بلعب باللاعب العالمي حمدي فتحي، ولكن دي وجهة نظر المدير الفني. كابتن عمرو السولية طبعا حصل تغيير، ان هو طلع في الشوط الثاني ونزل مكانه حمدي فتحي. لعب طبعا حمدي السولية في لا، عمرو السولية في مركز 8 حتى خروجه. صنع أكثر من فرصة. شارك في الهدف الأول. تصويباته على المرمى 4 صحيحة. أضاع انفراد في الشوط الأول. جاله انفراد كان ممكن يستطيع أن هو يحرز هدف، ولكن أضاعه. تصويبات طبعا قلنا تصويبات على المرمى، منها تصوب 4 تصويبات منها 2 صحيحة. نروح لمروان عطية. وده طبعا مروان عطية يا جماعة ده لاعب من طراز أوروبي. كل الناس كانت بتقول لك انتوا خدتوا لاعب شوربة زي ما بيقولوا بالمثل، ولكن بصراحة ده لاعب من طراز فريد. طبعا الكابتن مروان عطية طبعا شارك في المباراة بالتواجد في منطقة جزاء الخصم 4 مرات ولم يستفد من تواجده. بصراحة دخل جوه المنطقة 4 مرات، وتوقعنا ان هو يعمل شيء كويس، ولكن احييه على واجباته الدفاعية اللي هو نفذها بنسبة 100%. نروح بعد كده لبيرسي تاو. بيرسي تاو طبعا ملا الجناح اليمين، ملاه نشاط، حركة دؤوبة. وانا من وجهة نظري بيرسي تاو ده النسخة الأصلية. ان مارسيل كولر اكتشف لنا بيرسي تاو النسخة الأصلية اللي احنا جايبينها من أوروبا. احنا جايبينه من الدوري الإنجليزي. احنا جايبين اللاعب ده لحد الآن ما اكتشفناهوش، بس اكتشفناه مع مارسيل كولر. ده لاعب بصراحة ملأ المنطقة نشاط، وتبادل المراكز مع حسين الشحات. شوية تلاقيه في اليمين، شوية تلاقيه في الشمال، بالتبادل مراكز مع حسين الشحات. طبعا صنع الهدف الثاني وساهم في الأول. عمل 6 تصويبات على المرمى منها 3 صحيحة. طبعا كلنا عارفين ان هو اللي صنع الهدف الثاني لحمدي فتحي. نروح للكابتن حسين الشحات. وطبعا الكابتن حسين الشحات اتبدل في الشوط الثاني ونزل مكانه خالد عبد الفتاح لانه حس بارهاق كبير. بصراحه لاعب كبير. برضو مارسيل كولر اكتشفه بنسخه جديده. احنا عارفين ان هو لاعب كبير، ولكن بيجي بعد الوقت بيحصل سنة سرحان، سنة هبوط في المستوى، هبوط في اللياقة البدنية. ولكن بصراحة لعب مباراة كبيرة رغم ان هو مش مركزه. احنا كلنا نعرف ان حسين الشحات جناح يمين، ولكن مارسيل كولر اكتشفه في الجناح الشمال لانه بيتمنى وجوده في الملعب ووجود بيرسيتاو. وعشان حسين الشحات يلعب، بيرسيتاو يلعب مهاجم، وانا مش شايف بيرسيتاو في المهاجم. نفسي مارسيل كولر ان هو يكتشف بيرسي تاو ده في مركز 8. بصراحة هيفرق معانا جدا لانه عنده رؤية كويسة للملعب. بيكتشف انتشار اللعيبة في الملعب، بيعرف ان هو يوصلك بالمرمى بأقل مجهود. طبعا حسين الشحات عمل محاولات على المرمى 7 محاولات منهم 4 صحيحة. راوغ داخل منطقة الجزاء أكثر من مرة ولم يسجل. في بداية الشوط الأول تعرض حسين الشحات لعرقلة وهو منفرد بمرمى الرجاء المغربي، ولكن الحكم عمل ان هو من بنها ما شافش العرقلة دي. كانت ممكن عرقلة تغير سير المباراة، كان هتتسبب في طرد لمدافع الرجاء المغربي، وكانت المباراة هتفتح اكتر لو تم. ولكن الحكم السوداني اللي احنا هنحلله حلل اداؤه بعد ما خلص تحليل اداء لاعبي الاهلي. بصراحه كان حكم دون المستوى، رغم ان مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي قال ان هو كان حكم جيد ما عدا عدم احتسابه ضربه جزاء. وطبعا دي انا بكلمكم الكلام ده من وجهه نظري، مش من وجهه نظر اي حد، من وجهه نظري انا.
نروح بقى للمهاجم محمود كهربا. طبعا محمود كهربا لعب مباراة كبيرة لحد خروجه ونزل محمد شريف مكانه. لعب مباراة كبيرة، والمدرب الرجاء المغربي منذر الجبير فرض رقابة صارمة على محمود كهربا، وقال ان انا حجمت محمود كهربا، حجمت القوة الهجومية للنادي الاهلي. فاحنا ما شفناش محمود كهربا ظهر كتير في المباراة بسبب الرقابة عليه. اي لاعب يقابل محمود كهربا ماسك محمود كهربا، مش محدش محدد ان هو يبقى مان تو مان مع محمود كهربا. محمود كهربا هرب من الرقابة في الشوط الاول واحرز هدف، وبالرجوع للفار تم احتساب الهدف تسلل. بحييه على الفترة اللي هو لعبها، ومحمد شريف نزل اكمل باقي المباراة. بعد كده نروح لمارسيل كولر، نشوف مارسيل كولر اتعامل مع المباراة ازاي. بصراحة مارسيل كولر أدى مباراة رائعة. تمركز لعيبة، تحفيظ واجبات كل لاعب على أعلى مستوى. بتمنى إن شاء الله نفس الأداء اللي أداه الأهلي في المباراة دي يتعامل معها في مباراة العودة إن شاء الله. وفي مباراة العودة إن شاء الله لو أكرمنا ربنا بإحراز هدف في بداية المباراة إن شاء الله نقتل المباراة على فريق الرجاء المغربي. مارسيل كولر، كل الناس بتكلمني وبتقول لي بس أداء الأهلي كان سيء في المباراة. يا جماعة أداء الأهلي هو عايز من المباراة إيه؟ الفوز، وعمله لعب على قد المباراة. ما تنسوش إن فريق الرجاء المغربي فريق حقق 16 نقطة من 18 نقطة في دور المجموعات. هدف في كل المباريات، هدف على أرضه وخارج أرضه. المباراة الوحيدة التي لم يهدف فيها هي مباراة النادي الأهلي. المباراة الوحيدة اللي دخل في أهداف هي مباراة النادي الأهلي. فالنادي الأهلي خد اللي هو عايزه من المباراة، أصبح إن هي مباراة جيدة. إن النادي الأهلي ما لعبش كويس، نقول ما لعبش كويس لو النادي الاهلي ما حققش المرجو من المباراه، ولكن الحمد لله حققنا الفوز. فمارسيل كولر لعب المباراه وحقق اللي هو عايزه منها، بنتمنى ان شاء الله التوفيق في المباراه القادمه. نخش بقى على الحكم السوداني محمود اسماعيل، وده حكم زي ما قلت لكم في اللايف الماضي، حكم ظالم ظالم ظالم. حكم لم وطبعا زائد كان مشترك معاه كابتن هشام قراط اللي هو حكم الفيديو، كان مشترك معاه في الظلم ده. الحكم ده لم يحتسب فورات كتير للنادي الاهلي، ضربتين جزاء ولا اوضح، واحده في الشوط الاول واحده في الشوط الثاني لم يحتسبهم. وضربه الجزاء بتاعه الشوط الاول دي ضربه جزاء 1000%، مش 100%، 1000%، ولم يحتسبها. ومع ذلك مرت المباراة وخدنا اللي احنا عايزينه المباراة دي، ونتمنى في الأيام القادمة إن ما يقعش قدامنا حكم بهذا السوء. نخش بقى على الجماهير. طبعا الأمن تعامل مع الجماهير تعامل سيء جدا. الجماهير يا جماعة راحة إن هي تشجع وتحتفل بفريقها، تعامل معها كان تعامل سيء جدا. واتمنى ان شاء الله هتدخل الجمهور يشجع فريقه، دخل الجمهور سيبه ياخد حريته مع وضع الضوابط اللي انت عاوزها. ما تاخدش معك آلة حادة، ما تاخدش معك علب صفيح كنز. بص، كل اللي انت عايزه حط الضوابط اللي انت عاوزها، بس يبقى الجمهور يشجع. ما انتش عايز الجمهور يشجع، لا، قول المباريات بدون جماهير. كل الناس هتنصاع لقرارات الامن. لكن اللي حصل مع جمهور الاهلي كلنا بننتقد اللي حصل مع جمهور النادي الاهلي. ننتقل بقى من النادي الاهلي ان شاء الله، وسوف في الايام القادمه ان شاء الله هنحلل اداء الفريق ان شاء الله، وايه اللي ممكن النادي الاهلي يعمله. وبنقول قبل ما نخرج من النادي الاهلي نروح لاخبار نادي الزمالك. النهارده بيمر علينا ذكرى تاسيس النادي الاهلي. النهارده بيمر علينا ذكرى تاسيس النادي الاهلي في 1907، ومرور 116 عام على تاسيس النادي الاهلي. 116 عام من البطولات، 116 عام من الانجازات، 116 عام من حبنا للنادي الاهلي وعشقنا اللي بيزله يوم بعد يوم. وعشقنا للنادي الاهلي ما ينسيناش ان عندنا انديه كبيره زي الزمالك والاسماعيلي والاتحاد والمحله
الانديه الشعبيه الكبيره دي وبنكللها كل حب وكل تقدير، وعمرنا ما هنبقى ضد اي نادي، احنا مع الانديه كلها. فنخرج بقى لفريق الزمالك، وأسوريو مدرب الزمالك المدير الفني خلى التدريبات بعد ما كانت 5 مساء أصبحت 9 صباحا، وده بيقابل انتقاد كبير من اللعيبة. المباراة أن التدريبات 9 صباحا. 9 صباحا ليه؟ لمزيد من الانضباط ما بين اللعيبة. وهناك شكوك حول مشاركة زي كابتن زيزو في مباراة سيراميكا كيلوباترا. بنتمنى ان شاء الله ان هو يتعافى ويلعب مع نادي الزمالك، لان احنا نتمنى ان نادي الزمالك يرجع للمباريات القوية، لان الكرة المصرية كبيرة بالاهلي والزمالك لما يكونوا اقوياء. ندخل بعد كده على فريق بيراميدز وفريق رمضان صبحي يصحح الأوضاع ويهدي التعادل لفريق بيراميدز على أرضه. تعادل 1-1 مع فريق مرومو بطل جنوب أفريقيا في مباراة الذهاب بدور الثمانية بدوري بطولة افريقيا الكونفدرالية. كان نادي بيراميدز متأخر 1-0 طوال المباراة، وفي الدقيقة 92 من الوقت الضايع من الشوط الثاني بيستطيع رمضان صبحي إحراز هدف التعادل من ضربة جزاء في الدقيقة 92. بنتمنى إن شاء الله لفريق بيراميدز التعويض في مباراة العودة إن شاء الله، ويصعد للدور قبل النهائي. في نهاية لقائنا ما تنسوش تعملوا متابعة للقناة ودوس لايك علشان نقدر نوصل لأكبر عدد من السادة المشاهدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.